بتصحى كل يوم بتفتح موبايلك تلاقي مليون حاجة بتشدك، فيديوهات، أخبار، بوستات، ترندات، وتفضل تتفرج وتعلق وتناقش وتدافع عن ناس ما تعرفهاش أصلا وتنسى نفسك. طب استنى كده، هو أنت كنت ناوي تعمل إيه النهاردة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وقبل ما نبدأ الفيديو مستني اللايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه وناقش معانا الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة للأهمية القصوى. ويلا بينا نبدأ الموضوع. بقلب في تليفوني، الوقت مشي، ببص في ساعتي لقيت ساعتين فاتوا. الله، الوقت راح فين؟ فين الحاجات اللي كنت ناوي تعملها؟ فين الحلم اللي بتحلم بيه؟ فين وقتك اللي المفروض تبنيه مش تضيعه في حاجات ملهاش أي قيمة؟ بص، الموضوع مش إني بقولك ما ترفهش عن نفسك، بالعكس، بس لازم تكون عارف حاجة، إن الوقت اللي بيروح ده ما بيرجعش وانت بتصرفه زي ما بتصرف فلوسك بالظبط. بس الفرق إن الفلوس ممكن تجيبها تاني من أي مكان، لكن الوقت لا يمكن يرجع. أكبر فرق ما بين الناجحين وغيرهم مش الذكاء ولا الفلوس ولا الظروف، الفرق الحقيقي هو إدارة الوقت. الناس اللي بتعرف تقول لأ للتفاهات ونعم للحاجات المهمة هم دول الناس اللي بيحاولوا يكون لهم تأثير ونجاح في المجتمع. أنا في عملي كموظف المهم إن أنا بحقق نجاح، أيا كان النجاح ما تستقلهوش. نجاحك هو إنك تكون ماشي على الطريق الصح، شايف قدامك هدف رايح توصل له، عايش حياتك وفاهم نفسك. جرب حاجة بسيطة النهاردة قبل ما تفتح موبايلك كده، اسأل نفسك قبل ما تفتح موبايلك كده، قول في عقل بالك اللي هعمله ده هيفيدني، هيدفعني خطوة لقدام، ولا هو مجرد تضييع وقت؟ لو الإجابة لأ، إن هو هيبقى تضييع للوقت، اقفل موبايلك حالا وروح اعمل حاجة تستحق. أو أقولك افتح موبايلك واعمل عليه حاجة تستحق، فيديو كويس على قناة قطرة، فيديو كويس تحفيزي. المهم يكون عندك حاجة بتعملها بجد تكون تستحق في حياتك. ما تخليش حياتك استهلاك، خليها إنتاج. بس كده، سلام.